السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي شرحاء بلال سات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. موضوع النهاردة موضوع جميل، موضوع كده على السريع. شفت الحل مشاكل أجهزة جديدة للمعالج الصن بلس 1506 تي في و اتش في فلاش 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. الأجهزة اللي معانا النهاردة الستار نت 9900 تي في والهامر 9900 تي في. الاجهزه دي لسه نازله السوق، ولكن للاسف ما تقدرش تضيف عليها شفر بيس ولا تلاقي اعدادات الايثرنت. ويلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. طبعا الجهازين زي ما قلنا في الاول هما الاثنين زي بعض، فهنشتغل على اي واحد فيهم عادي مفيش اي مشكله. طبعا جهاز النهارده زي ما قلنا معالج صن بلس 1506 تي في والاتش في فلاش 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. طبعا الاجهزه ديت صعبت عليا ان انا نسيبهم على وضعهم الاصلي. جهاز محترم، جهاز تقفيل ممتاز، طبعا 2 يو اس بي بدون واي فاي داخلي، حاجه جميله، ولكن ينقصه ان هو معلوش سوفت جميل حلو. فاحنا النهارده ان شاء الله نديلهم سوفت جميل هيغير ملامح الجهاز خالص، وهيخلي عندك جهاز تقدر تديله شفر بيس، تقدر تلاقي عندك اعدادات الايثرنت، تقدر تحل اي مشكله في الجهاز بدون اي مشكله خالص. ويلا نوصل الجهاز ونشوف مع بعض السوفت الجميل اللي هنديه للجهاز، ويلا نخش على الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. وصلنا الجهاز بتاعنا تمام، كل حاجه تمام. اول حاجه لسه بقى كده على وضعه الاصلي اهوت الجهاز زي ما حضراتكم شايفين. ده المنيو. في واحد يقول لي طب ما في امكانيات وفي حاجات، كل ده في الفاضي، كلها شكليات بس. طبعا نخش على الضغط زي ما عودناكم، ونخش على النسخه. هتلاقي عندك الدي في بي اس اللي هو المعالج بتاع الجهاز 1506 اتش في فلاش 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. حتى طبعا الجهاز مش حتى يعني مش كاتب نوع الواي فاي اللي الجهاز بيتعامل معاه، لان الجهاز فاضي خالص. حتى لو رجعنا باك ودورنا في الجهاز كله مش هتلاقي حاجه اعداد الايثرنت. نزلت في شرح سابق ازاي تقدر تظهر اعدادات الايثرنت. انا اقدر اظهرها هنا، وبفضل من ربنا كان فقط وحصر على قناه بلال سات ان انت تقدر تظهر اعدادات الايثرنت. لو ضربنا 1512 يعني ضغطنا من الريموت كده 1512، شوف حضرتك ظهر معانا تكوين الشبكه والاتش اتش بي ابجريد. طب واحد يقول لي مثلا طب ما ندي الجهاز بقى من على وضعه. طب حضرتك انت لو عندك الفلاشه القديمه او الفلاشه الجديده هتبقى في عندك مشاكل كتير عشان تقدر تخش تنزل السوفت اونلاين. وطبعا انا جربت السوفت الاونلاين اللي على الجهاز قديم جدا مش جديد، من تاريخ 2021. يبقى عشان نلخص في الموضوع ونخش على تحديث. طبعا السوفت هسيبهولك في تعليق مثبت اسفل الفيديو. سوفت جميل هيحل مشاكل الجهاز. طور الجهاز كان ريسيفر عادي خالص، هيبقى سوفت مميز هيخلي الجهاز حاجه تانية خالص. هيبقى عندنا سوفتين، في سوفت تمهيدي وفي السوفت الاصلي بتاع الجهاز. بسم الله. وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا السوفت تمام. في هنا نقطه بقى معينه عايز اتكلم فيها. بفضل من ربنا الاجهزه ديت سواء الهامر 9900 تي في او الستار نت 9900 تي في، لو اي حد حب يعدل السوفت بالفلاشه صعب ان الجهاز يقبل معاك السوفت، لان في ثغره بسيطه. ولكن بفضل من ربنا عارفين على قناه شرحاء بلال سات لا للاحتكار، احنا افعال وليس كلام، والصوره بمليون كلمه. وعايز كل الناس تعمل مشاركات للفيديوهات عشان زي ما قلنا كل اصدقائك كل الناس اللي بتحبها تقدر توصلهم الفيديوهات والشروحات. طبعا كل ده بدون مقابل خالص. وما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. الجهاز سحب معانا السوفت تمام. يلا بقى نديله السوفت الثاني اللي هو السوفت الاصلي. واحد يقول لي يا عم بلال السوفت ده جميل، السوفت ده هيحل لك مشاكل الجهاز. هسيب لك فيه ملف قنوات جديد مدمج في السوفت. وعندك هيبقى لاجهزه المعالج الصن بلس 1506 تي في واتش في الاثنين هيبقوا موجودين السوفتات بتاعتهم. هنخش على الضبط وهننزل على كلمه تحديث ونديله السوفت بتاعنا اللي هو السوفت الاصلي بعد السوفت التمهيدي. في واحد ممكن يقول لك طب ما اديله السوفت الاصلي وخلاص الجهاز هيقف معاك. انا بقول اهوت في الشرح لو اديت للجهاز السوفت الاصلي على طول بدون السوفت اللي هو التمهيدي الجهاز هيقف معاك خالص وانت حر. انا عليا قلت لك
اتقلنا في الشرح عشان تقدر تجمع المعلومه كامله ومتكامله. قلنا جهازنا اتش في يبقى نديله ال 1506 اتش في. نرجع لموضوعنا والكلام اللي كنا بنتكلم فيه. قناه عليها سوفتات كتير. واحد يقول لي يعني مثلا السوفت ده كنا نزلناه الاجهزه قبل كده، انا اديته الاجهزه ديت لانه هو سوفت مميز، سوفت جميل، كل حاجه هتلاقيها في السوفت، بيدعم فلاشتين الواي فاي، سوفت سريع وعن تجربه والناس كلها شكرت فيه، فيعتبر ينضم معانا الهامر 9900 تي في والستار نت 9900 تي في الى الاجهزه للسوفت المميز الجميل ده. واي جهاز يقابلك شبيه الاجهزه ديت، اكيد السوق مليان كتير اجهزه شبيهه للاجهزه اللي هي تنزل من غير اضافه شفره بيس او اعداد ايثرنت، اديله السوفت عادي هيقبل معاك تمام، مفيش فيه اي مشكله. وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا السوفت، هنصبر لحد ما الجهاز يراستر وبعد كده نشوف الجهاز، وهيبقى في فرق شاسع بين الجهاز على وضعه الاصلي والجهاز بعد ما خد السوفتين دول. حاجه ممتازه، حاجه جميله. بقى عندك جهاز تقدر تضيف له شفره بيس، تقدر عندك اعدادات الايثرنت، الريسيفر هيبقى سريع معاك طبعا غير السوفت الاصلي بتاع الجهاز. اول حاجه نخش منيو، ده المنيو بتاع الجهاز، حاجه جميله حاجه رائعه. هنخش على الضبط وهننزل على كلمه النسخه وهتلاقي الجهاز بتاعنا. في واحد يقول لي ايه يا عم بلال ده كان الجهاز اتش في بقى تي في. يا باشا مالكش دعوه، انت ليك السوفت نزل الجهاز بدون اي مشاكل، سواء تي في سواء اتش في، ده حاجه ما تخصكش. انت ليك ان السوفت عندك جميل، سوفت جديد، سوفت بتاريخ 19/5/2023، جهاز بيدعم فلاشتين الواي فاي، مالكش اي حجه خالص. قلنا هنسيب لك سوفتين في التعليق المثبت، سوفت لاجهزه التي في وسوفت لاجهزه الاتش في، فلاشه 4 ميجا بدون واي فاي داخلي، وهيبقى في سوفت مميز لنفس الاجهزه ديت ونفس المعالجات، ولكن هيبقى للواي فاي الداخلي. عندنا الجهاز بقى تمام كل حاجه. لو دخلنا على الوسائط عندنا ليه بقى اصدار، هنضرب طبعا 1506. الجهاز عندك بيدعم الاكسبريس برو في 4 لكل الشبكات الهوائيه، الجهاز عليه احدث اصدارات من كل انواع الشيرنج، حاجه جميله حاجه تحفه. تمتع بالسوفت براحتك، كل حاجه موجوده. في فرق بين مكان الجهاز على وضعه الاصلي وانت زي ما انت شايف في الصوره بمليون كلمه، وفي فرق بعد ما الجهاز خد السوفت بتاعنا تمام. وهنا يبقى وصلنا لنهايه موضوعنا النهارده. نبذه سريعه كده، الجهاز اللي كان معانا النهارده الهامر 9900 تي في وستار نت 9900 تي في. الاجهزه دي يا جماعه على وضعها الاصلي ما تقدرش تضيف شفره بيس، ما تقدرش تلاقي عدات الايثرنت، الجهاز يعتبر فاضي خالص ما فيش اي حاجه فيه خالص. قدرنا النهارده نديله سوفت ممتاز، سوفت جميل زي ما شفت في الشرح، حاجه تمام حاجه تحفه، وسوفت لحل مشاكل الجهاز. لو ما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك القناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الخبرات. وانتظرونا في فيديو شرح قادم على قناتكم الجميله قناه شروحات بلال سات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واعزائي شروحات بلال سات في كل مكان.